صحيح عمل حلقة اسمها السرعة عن الكوانتم ميكانيكس، ومعظم الحلقة معلومات غلط لدرجة تضحك تقريبا، ولا هو ولا التيم بتاعه قروا المصادر اللي هم حطوها. ده كده ما بقاش ناقل معلومات، ده كده بقى فتاي معلومات عشان بس ايه نشرح للناس المعلومات الغلط والمعلومات الصح. ويا دحيح انت مش صح، واينشتاين كان غلط مرة، اينشتاين ما غلطش، هو اثبت ان هو صح بقاله 20 سنة، بس انت قديم جدا. يعني الفيديو ده كان ينفع في الثمانينات. طب تعالى نشرح اللي انت قلته ونشرح الصح والغلط، اوكي؟ وهسيب مصادر بجد، مصادر تفهمك الحقيقه. طيب انت قلت ان في حاجه اسمها كوانتم انتانجلمنت، وكوانتم انتانجلمنت دي بتعمل ايه؟ ان من الاخر يا جماعه، لو في شعاع ضوء اللي هو فوتون وقسمناه جزئين، هيبقى في جزء منه بوزيتيف وجزء نيجاتيف. عارفين البوزيتيف والنيجاتيف؟ هو بيقول لك ان انت لو غيرت البوزيتيف دي لنيجاتيف، النيجاتيف دي هتتغير لبوزيتيف لوحدها ما دام هم جزئين من نفس الحاجه. طيب اول حاجه، انت علميا ما تقدرش تغير الشحنه بتاعت حاجه اصلا. التجربه ما فيهاش تغيير شحنات، حضرتك بتشرح تجربه ما اتعملتش اصلا، لان ما فيش علميا تقدر تعمل ده. فده بدايه الفتي، يعني ايه؟ ان انت بتشرح حاجه مش موجوده. طيب تاني حاجه، امال هم كانوا بيعملوا ايه؟ هم كانوا بيمشوا البارتيكل دي والبارتيكل دي، كان ثيوريتيكال. يعني ايه؟ كان الحسابات بتقول ان هو لو مشاهم على الزي اكسس، لو دي طلعت لفوق دي هتنزل لتحت. ليه؟ عشان عكس بعض. وساعتها احنا كده عرفنا التشارج بتاع واحده حتى لو كانوا بعيد عن بعض مئات الكيلومترات. فمعنى كده ان ايه؟ ان في حاجه بتتنقل بسرعه اكتر من سرعه الضوء. ليه؟ عشان المعلومه ان دي طلعت فوق فدي لازم هتنزل تحت، دي مش هنعرفها. طبعا الكلام ده قتل بحثا، واتعملت بيبر. اينشتاين طبعا قال لهم الكلام ده هبل. ليه؟ مفيش حاجه اسرع من سرعه الضوء. واثبت لهم في محاضره كده صغيره ما عادش بجد 3 دقائق، واثبت لهم الكلام ده. وعشان كده شرودنجر اللي هو في الحلقه بتاعت الدحيح محسسنا ان هو ضد اينشتاين، هو كان اساسا مع اينشتاين. عمل التجربه بتاعت القطه بتاعت شرودنجر اللي هي يا صاحيه يا ميته لغايه اما نفتح البوكس. هو ده بيعمله عشان يثبت وجهه نظر اينشتاين مش العكس. يعني هو الدحيح مش فاهم مين مع مين اصلا. الموضوع مضحك جدا. طيب يا باشا، امال ايه اللي بيحصل؟ الفكره ان اينشتاين بيقول ان اكيد الاثنين بارتكلز دول وهم بيتقسموا قالوا لبعض نتحرك ازاي بطريقه ما، هو ما عرفش يقول ايه الطريقه. فبكل بساطه جم بقيه العلماء اللي مش فاهمين اي حاجه وعاوزين يشتغلوا في الكوانتم ميكانكس، لان النتيجه مش هتفرق. يعني مش هتفرق اذا كان هي طلعت لفوق عشان السبب ان هم قالوا لبعض، ولا عشان هم بيكلموا عن بعض. مش هتفرق في الكوانتم ميكانكس في حاجه. فهم بالنسبه لهم عدوا الحته دي. بس جه واحد اسمه بيل في سنه 71 قال لك ايه الهبل اللي هم بيدرسوه في الكوانتم ميكانكس ده؟ الكلام ده كله غلط يا باشا، تعالى نعمل التجربه دلوقتي نقدر نعملها، لان قبل كده ما كانش في تجربه اصلا. طيب اما عمل التجربه عمل عليها اضافه عشان يعمل ايه؟ عشان يفرق يشوف اذا كان في كوانتم تانلينج ولا لا. فقال لك بدل ما هنخلي الماجنتس اللي بيعدي منهم ثابتين كده، لا هنخلي فيه كذا حاجه، واحده مايله ب 120 درجه، واحده مايله ب 240 درجه، واحده ثابته. فاما الحسابات بتاعت الكوانتم فيزيكس بتقول ايه؟ بتقول ان هم مش لازم يظبطوا 25% من المرات. اما عمل بقى الاكسبيرمنت اصلا ما ظبطوش 33% من المرات، وهسيب لكم البحوث والاكسبيرمنت واللي عملوا الاكسبيرمنتس نفسهم متكلمين. بس الدحيح ما قراش حاجه، صباح الفل عمال بيفتي. طيب انا عندي ثيوري طبعا ليه هم بيتحركوا عكس بعض او بيقولوا لبعض امتى. لو انت الدحيح شرح حاجه اسمها بلانكس كونستنت في اول الحلقه. ايه بلانك ده؟ من الاخر بلانك، ماكس بلانك جاب اصغر مسافه تقدر تشوفها. يعني لو قلت لك السنتي ده في اصغر منه هتقول لي نص، تقول لي ربع، تقول لي هتقعد تنزل لغايه اصغر حاجه. اصغر حاجه اسمها بلانك. طيب لو نزلت نفسك انت لبلانك وشفت البارتكلز نفسها وهي بتتكسر، هيحصل ايه؟ هتبقى بالنسبه لك حاجه كبيره جدا. هل هم بيتكسروا بالظبط؟ لا، اكيد في واحده اكبر من الثانيه. فبكل بساطه لما بتيجي تفاير الماجنتس اللي هي بتشد البارتكل لفوق او لتحت، الماجنتس دي مظبوطه 100%. ليه؟ لان معموله في المعمل وهي بتعمل induced electric field او magnetic field مظبوط 100%. فطب حلو قوي. يبقى بكل بساطه لو واحده اكبر من الثانيه هتزقها هتشدها. طيب وده بينطبق على ايه؟ بينطبق برضو على الموديل بتاع شرودنجر اللي هو نفسه كان بيشرحه. يعني الدحيح شرحه، قال لك لا، الالكترونات ما بتلفش حوالين النواه بالطريقه اللي احنا عارفينها. لا، هو عباره عن كلاود. يعني ايه؟ يعني سحابه وهي بتظهر هنا وبتظهر هنا وبتظهر هنا probabilities. طيب ليه طلعت له كده؟ عشان بكل بساطه هو في الايكويشن بتاعت شرودنجر لو بصيت عليها، وانا طبعا بصيت عليها وعارفها، هتلاقي ان هو معتبر النيوكليوس دي
الفوليوم بتاعها 4 اوفر 3 باي ار كيوبد. دي الحسبه بتاعت كوره مدوره 100%، بس ده مش حقيقي. لو صغرت نفسك تاني لبلانكس كونستنت هتشوف النواه عامله ازاي، مدحرجه وفي مليون الف حته. طيب فالالكترونيه اللي في قوه من النواه عليها، القوه دي بتقول عباره عن ديستركتيف فورس. يعني ايه ديستركتيف فورس؟ حاجه بتعمل كولابسنج للويف فانكشن. يعني ايه الكلام اللهبل اللي انت قلته ده؟ بصوا يا جماعه، من الاخر انت لما ما في حاجه اسمها دبل سليت اكسبيرمنت، اما بتعمل الضوء اما بيعدي من ما بين دبل سليت بيحصل ايه؟ بيعمل ويف. طب ليه في حاجه منوره وحته فاضيه وحته منوره وحته فاضيه؟ الحته الفاضيه دي بيحصل ديستركتيف انترفيرنس للضوء، فبيعمل لك في الاخر ان هي ضلمه. اوكي، فهو ده اللي انت لازم تفهمه في الحته دي. طيب اللي بيحصل عند النواه نفس الحاجه. النواه بتعمل ديستركتيف انترفيرنس للالكترون، الالكترون اللي بيدور حواليها. بس الالكترون عاوز يظهر، عنده طاقه، عاوز يتحرك. طيب الكهرباء بتمشي ازاي؟ لو سالت اي مهندس كهرباء هيقول لك بتمشي في اللاين اوف ليست ريزيستنس. يعني ايه؟ يعني لو في خطين والكهرباء هتعدي على الاثنين، لو لقيت في واحد مقاومه هتمشي في الثاني على طول. هي بتعرف منين؟ ما نعرفش، هي بتعرف من قبل ما تعدي في الخط. اوكي، فهي بتعدي على الليست ريزيستنس. فبالنسبه لنفس فكره النواه، ان هي بتظهر في اقرب حته بعيده عن الريزيستنس. ده من الاخر هي ما الكترونيه دي عباره عن كهرباء في الاخر، فده المشي بتاعها. طيب هل معايا اثبات على كده؟ بصراحه انا عملت ايكويشن واثبتت الكلام دوت ك 4 دي باث، بس هي مش عارف عشان تثبتها 100% لازم تستابلايز بيها حاجه اسمها كيوبت. اوكي، انا نجحت بنسبه معينه بس على ماتيريال وماتيريال ثانيه. بس اللي انا عاوز افهمه بس للدحيح والتيم بتاعه، عشان الحته دي كبيره جدا. انت لو مش فاهم علم، انت دلوقتي برنامج كبير تقدر تجيب دكتور من عين شمس يشرح لك. اقول لك على حاجه، انت لو عملت الحلقه دي بالدكتور مصطفى قمر، انا وحشني والله العظيم، حاول تطلعه في الحلقه كان هيبقى هي لان مش فارقه، انت كنت بتفتي وبتقول معلومات غلط. هحط لك المعلومات الصح عشان تبقى فاهم بس ايه اللي بيحصل في الدنيا، وما تقعدش تنقل تقول انا ناقل معلومات ناقل معلومات. ما هو اقل حاجه في نقل المعلومات ان انت تبقى فاهم انت بتقول ايه، مش مجرد بتقول سكريبت وتقعد تقطع كل 3 ثواني. الموضوع مش مستاهل، الموضوع سهل جدا ان انت تفهمه كبني ادم قرا كل العلم ده. فحضرتك لو سمحت بلاش معلومات مغلوطه، المعلومات كلها غلط بجد كلها. يعني حاجه الموضوع يضحك لدرجه ان الناس ما حدش فاهم مين مع مين ومين ضد مين. طيب اينشتاين اثبت انه صح. دلوقتي في اخر 20 سنه كله عارف ان مفيش، ان كوانتم تانلينج بعد الاكسبيرمنت بتاع بيل ان هي مش ثابته وما تقدرش تعمل لها ريبليكيشن وفيها حاجات غريبه، يبقى 100% ان مجرد ان البارتيكل دي بتكلم البارتيكل دي بسرعه اعلى من سرعه الضوء، ده تكهن، مفيش اثبات على الكلام ده. الكلام ده ثيوريتيكال. اللي فعليا اقدر انا شخصيا اثبته فرق تشارجز، وهي لوجيكال جدا. لو دي مقسومه مش بالظبط هتبقى دي بوزيتيف زياده شويه، والماجنتس هي نفس القوه على الناحيه دي والناحيه دي، يبقى اللي بتشد ليه؟ لان الاكسبيرمنت اللي انت شرحتها اصلا ان هم بيغيروا تشارج مش موجود، ده لا يوجد حضرتك، مش موجود. يعني انت كنت بتشرح حاجه مش موجوده. صباح الفل. ولو حد عنده اي اسئله في الحته دي يا ريت يبعت لي، انا بفهم في الحته دي كويس.